بص للسما كده، شايف النقط الصغيرة المنورة دي؟ كل نقطة منهم هي شمس، وحواليها كواكب ومجرات ما بتخلصش. احنا كبشر عايشين في نقطة زرقاء باهتة في وسط المحيط الكوني العظيم ده، وبقالنا آلاف السنين بنسأل نفسنا: هل احنا لوحدنا؟ لكن الحقيقة اللي الحكومة مخبياها عنك إن السؤال ده إجابته اتعرفت من زمان، بس الإجابة كانت مرعبة لدرجة إنهم قرروا يدفنوها تحت الأرض. إزيكم يا جماعة؟ عاملين إيه؟ النهاردة معاكم إسلام السيد، وفي الفيديو ده إحنا مش هنحكي قصة خيال علمي، إحنا هنفتح الصندوق الأسود لأول ظهور حقيقي للكائنات الفضائية على كوكبنا. الموضوع أكبر من مجرد أطباق طايرة، الموضوع واصل لحد جذور وجودنا كبشر. جهزوا نفسكم لرحلة طويلة، لأن اللي هتعرفوه النهاردة هيغير نظرتكم للكون للأبد. خلونا نرجع بالزمن، مش سنين، لأ، آلاف السنين. في قلب الصحراء الجزائرية في منطقة اسمها كهوف تاسيلي، العلماء لقوا أغرب لوحات مرسومة في تاريخ البشرية. رسومات لكائنات ضخمة ملهاش ملامح بشرية، لابسة خوذات زجاجية وبدلات تقيلة، كأنهم رواد فضاء نزلوا في العصر الحجري. البشر في الوقت ده ما كانش عندهم حتى سكينة يقطعوا بيها اللحم. جابوا الأشكال دي منين؟ إزاي رسموا كائنات بتطير في الهواء وليها هالة من النور؟ النظرية بتقول إن اللقاء الأول ما حصلش في العصر الحديث، ده حصل والإنسان لسه بيتعلم إزاي يولع نار. الزوار دول هم اللي علمونا الزراعة، الهندسة، وحتى النجوم. عشان كده بنلاقي الأهرامات في مصر والمكسيك والصين كلها مبنية بنفس الدقة الفلكية العجيبة. وننط بالزمن لسنة 1947، ليلة عاصفة في روزويل بأمريكا. انفجار هز الأرض، وصاحب مزرعة لقى حطام طبق طائر حقيقي. الجيش الأمريكي وصل في دقايق وطوق المكان كله. الشهود اللي حضروا اللحظة دي حكوا حاجات تشيب، قالوا إنهم شافوا مواد معدنية لو كرمشتها في إيديك ترجع مفرودة زي المراية، والأخطر إنهم شافوا كائنات ميتة، أجسام صغيرة، جلد رمادي ملمسه زي السيليكون، مفيش أنف ولا أذن، بس عينين سودة عميقة كأنها بتبص لروحك حتى وهي ميتة. الجيش طلع بيان رسمي: لقينا طبق طائر، وبعد 4 ساعات غيروه لبالون أرصاد. ومن هنا بدأت أكبر عملية تعتيم في تاريخ البشرية، نشأة المنطقة 51. طب بلاش روزويل، خلونا نطلع للقمر. رائد الفضاء الشهير باز ألدرين ونيل أرمسترونج في رحلة أبولو 11، في تسجيلات مسربة بتقول إنهم لما نزلوا على سطح القمر شافوا أجسام ضخمة واقفة على حافة فوهة بركانية بتراقبهم. أرمسترونج قال باللاسلكي: هم هنا بيراقبونا، السفن بتاعتهم ضخمة جدا يا كولينز. ليه وكالة ناسا بتقطع الإرسال دايما لما تظهر أجسام غريبة؟ وليه ما طلعناش القمر تاني من السبعينات بشكل رسمي ومستمر؟ الإجابة بسيطة: القمر محجوز، وإحنا مسموح لنا بالزيارة بس. في النهاية، ملف الفضائيين مش قصة عن كائنات خضراء جاية تحتلنا، الموضوع هو مرآة لينا إحنا كبشر. إحنا بنخاف من الفضائيين لأننا بنخاف من المجهول، وبنخاف إننا نكتشف إننا مش أسياد الكون زي ما إحنا فاكرين. الكون ده واسع لدرجة مرعبة، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ويخلق ما لا تعلمون. يمكن هم وسطنا فعلا، يمكن بيراقبونا عشان يشوفوا إمتى هنبطل حروب ونكبر عقليا عشان نستقبلهم. السؤال المرة دي مش ليكم، السؤال للكون: يا ترى اللقاء العلني الجاي هيكون سلام ولا نهاية الرحلة للبشرية؟ لو الفيديو ده وصل لعدد كبير من اللايكات، هعمل لكم جزء تاني عن مشروع الشعاع الأزرق وإزاي هيتم تزييف غزو فضائي في المستقبل. ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس، وخليك دايما باصص للسما، لأنك مش عارف مين بيبص عليك دلوقتي. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.